بالأمور الأخرى. أنت كنت تشخص. الله الله في أولادكم، لا يسبقنكم إليهم المرجئة. الإمام الصادق يقول إنا نلزم أولادنا بالتسبيح الزهراء كما نلزمهم بأصل الصلاة. ليش سيدي؟ حتى يحصل ثواب 100 حسنة؟ يقول لا، مو قضية الثواب، مو قضية الثواب، لأنه ما لزمه عبد فشقي. أنا أريد السعادة لعيالي، أريد حسن العاقبة لأولادي، ومن أسباب حسن العاقبة أن أراقبهم في الصلاة، ولا إذا سلم أقعد يا أولادي سبح سبح. هو ما يعرف تكليفه، ما يعرف مصلحته، أنا أعرفه. والإمام صادق شخص، أقول لك اقعد يلا قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34، الحمد لله الحمد لله الحمد 33، سبحان الله سبحان الله سبحان. اي لازم احراص. احنا هالشيء ما شخصنا، شخص الإمام الصادق. انا شخص لو ولدي في ايام البرد القارس بيطلع ما لابس ملابس شتويه، اقول له ما اقدر يا ولدي، ما اسمح لك البس. ليش؟ تتمرى. حتى لو قال لا انا اقدر، اقول له يطلع عليك بعدين، نقول له ولا ما نقول له؟ فبعض المصالح انا مشخصها، بعض المفاسد انا مشخصها، وبعض المصالح منو شخصها؟ الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول علموا أولادكم الصلاة، ويقول ألزموا أولادكم بتسبيح الزهراء،